يوفر البرنامج نظامين لعرض الجداول التي يتم إنشاؤها. الأول نظام العرض Design View، والثاني نظام العرض Datasheet View. وتستخدم طريقة العرض Design View كما ذكرنا للتحكم في بناء الجداول، حيث يمكننا تحديد وتعديل أنواع البيانات وخواص جميع الحقول داخل الجدول، بينما طريقة العرض Datasheet View فتستخدم لرؤية وإضافة وتعديل بيانات الجداول. ويمكننا التنقل بين نظامي العرض بعدة طرق. فلفتح الجدول باستخدام نظام العرض Datasheet View نختار الجدول الذي نريد فتحه من هذا الجزء، ثم نضغط على مفتاح Open من هذا الشريط، أو نضغط بمفتاح الماوس الأيمن على هذا الجدول ونختار Open من القائمة المختصرة، أو نضغط ضغطا مزدوجا على اسم الجدول، فيتم فتح الجدول باستخدام طريقة العرض Datasheet View، حيث يمكننا إضافة أو تعديل بيانات الجدول كما نريد. وللعودة إلى النافذة Database نضغط على المفتاح Close Window. ولفتح الجدول باستخدام طريقة العرض Design View نضغط على مفتاح Design من هذا الشريط، أو نضغط بمفتاح الماوس الأيمن على اسم الجدول ونختار Design View من القائمة المختصرة، فيتم فتح الجدول باستخدام طريقة العرض Design View، حيث يمكننا إجراء التعديلات التي نريدها على بناء الجدول كما نريد. وللعودة إلى النافذة Database نضغط على المفتاح Close Window. ويمكننا التنقل من أي طريقة للعرض إلى الطريقة الأخرى كما نريد. فبفتح هذا الجدول باستخدام طريقة العرض Datasheet View سوف يمكننا الانتقال إلى طريقة العرض Design View مباشرة بدون العودة إلى النافذة Database، وذلك إما بالضغط على مفتاح View من شريط الأدوات Table Datasheet، أو بفتح القائمة المنسدلة View واختيار Design View، فيتم فتح الجدول داخل طريقة العرض Design View كما نرى. وللعودة إلى طريقة العرض Datasheet View مرة أخرى نضغط على المفتاح View من شريط الأدوات Table Design، أو نفتح القائمة المنسدلة View ونختار Datasheet View. وللعودة إلى النافذة Database نضغط على المفتاح Close Window.